يا اهلا بيكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان ذا ليجند اوف سيريلا. وده صديقي واحد من الافلام الجامده اللي مليانه صراع بين الخير والشر. هنروح في رحله مع شويه صيادين شجعان بيقرروا يواجهوا ساحر شرير عايز يدمرهم ويدمر قبيلتهم كلها. مش هتكلم معاك بقى بطل عن اللايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. ويلا بينا بسرعه نشوف الفيلم الجامد ده بيقول ايه. بتبدا احداث فيلمنا وبنشوف مشعوذ عجوز اسمه الشامان، وبيكون واضح من شكله انه شرير، وبنشوفه هو بينادي على سيد الظلام واللي بنعرف ان اسمه تونجالوك. بس الغريب ان سيد الظلام مش بيظهر له ولا حاجه، ولكن اللي بتطلع من البحيره هي سيده النور واللي بنعرف ان اسمها سيدنا. وبتبدا سيدنا تتكلم مع المشعوذ وبتقول له انا زمان كنت بحمي قبيلتك وعمري ما اتخليت عنكم، وانت دلوقتي مش بتيجي غير علشان تنادي على سيد الظلام. على العموم بقى يا معلم خليه ينفعك، انا بوعدك اخلي كل طلباتك دي تبقى لعنه عليك وعلى القبيله بتاعتك، وهاخد كل الحيوانات من عندكم وهخليكم مش لاقيين حاجه تاكلوها. وبتختفي سيدنا بعد كده، وبتعدي فتره على الكلام ده وبنشوف 3 صيادين شجعان عمالين يدوروا على اي حيوان ياكلوه لانهم تقريبا هيموتوا من الجوع. وبعد ما بيدوروا وقت طويل مش بيلاقوا غير حيوان لطيف بنعرف ان اسمه حيوان اللانوس. وساعتها الصياده بتتكلم وبنعرف ان اسمها اكبيك، وبتقول لزمايلها لازم تكون عندنا رحمه بالحيوانات، وبتقرر انها تتبناه علشان شكله لطيف. وقتها زميلها الصياد واللي بنعرف ان اسمه بوتوليك بيتكلم معاها وبيقول لها مفيش وقت للحوارات الفكسانه دي، احنا لازم ناكل والا هنموت من الجوع. وبيتدخل وقتها زميلهم الثالث واللي بنعرف ان اسمه ماركوسي، وبيتكلم مع بوتوليك وبيطلب منه يعامل خطيبته باحترام وما يزعلهاش. وبينتهي الموقف على كده من غير ما ياكلوا حيوان اللانوس. وبننتهي بالمشهد بعد كده يا صديقي علشان نشوف مجموعه من الصيادين رايحين يتكلموا مع المشعوذ الشرير شامان، وبيشتكوا له ان مفيش اي حاجه ياكلوها ومش عاوزك تنسى ان ده كان عقاب سيدة النور ليهم. علشان كده كل الصيادين طبعا بيكونوا متضايقين جدا من شامان لان هو اللي نشف دماغه معاها وقرر يستعين دايما بسيد الظلام. لكن الغريب ان شامان بيقول لهم ان مفيش حاجه مخوفاه في القريه بتاعتهم كلها غير الواد اللي اسمه ماركوسي واللي هو الصياد الثالث يا صديقي زي ما احنا عارفين. لكن الصيادين ساعتها بيستغربوا منه جدا وبيقولوا له يا عم ده حته عيل يتيم لا راح ولا جه. لكن شامان بيتضايق من كلامهم وبيقول لهم على فكره الواد ده عنده قدره غريبه ومحدش يقدر عليه. وبنرجع مره تانية علشان نشوف ماركوسي واللي بيروح لبيته، وساعتها اخته بتقابله وبتساله ليه الحيوانات اختفت واحنا ما بقيناش لاقيين اكل. وماركوسي بيرد عليها وبيقول لها انه ما يعرفش السبب الحقيقي. وبيدخل على المهم بعد كده وبيسال اخته طبخه ايه النهارده، وساعتها اخته بتقول له انها عامله له مفاجاه. وبننتقل بالاحداث بعد كده علشان نشوف معالجه بنعرف ان اسمها صايا، وبتكون بتعالج واحده اسمها ساره، لكن ساره دي بيكون تعبانه تعب شديد. وساعتها الصايا بتقول ان العلاج الحي بتاع ساره مش موجود غير في مدينه سليله، وبيكون شامان موجود في المكان. وساعتها بيقول لهم ان مدينه سليله دي مجرد وهم وخزعبلات. وبعد شويه بيجي واحد يتكلم مع شامان وبيقول له ان في كلب هيموت، وبيخرج شامان وبيقول لهم فعلا الكلب ده قدامه دقايق. لكن ماركوسي بيكون موجود في المكان، وساعتها بيتكلم مع الناس وبيقول لهم الكلب ده فيه حاجه واقفه في زوره، وبيقدر ماركوسي فعلا يطلع الحاجه اللي في زور الكلب وبينقذه. دي حاجه طبعا بتحرق شامان جدا وبتخلي شكله زي الزفت. وقتها حقد شامان على ماركوسي بيكون اكتر وبيقرر انه ينتقم منه، وبنعرف انه بيجهز له خطه شريره. وبالليل بنشوف شامان وهو بيتكلم مع لانوس وبيقول له انه عرف عن طريق السحر الاسود ان مدينه سليله موجوده فعلا، علشان يقدروا يدخلوها لازم يبعتوا لهناك صياد شجاع. وبنفهم يا صديقي ان ده جزء من الخطه الشريره بتاعته علشان هو عايز يبعت ماركوسي هناك علشان يخلص منه. وفعلا بيجهز شامان تعويذه وبيفهم الغراب بتاعه انه لازم يختار ماركوسي، لكن الغراب بيكون غبي وبيختار اكبيك وبوتوليك مع ماركوسي. وبالشكل ده يبقى ال3 صيادين هيروحوا مع بعض. وبنشوف ماركوسي بعد كده وبيكون قاعد مع صايا وبيقول لها انه خايف يروح سليله لانه قلقان لو جراله حاجه هناك اخته تضيع من بعده. وقتها صايا بتقول له ما تقلقش انا بوعدك اخلي بالها منها زي بنتي بالظبط. وساعتها ماركوسي بيطمن وبيعرف بعد كده الطريق لمدينه سليله، وبيقرر يستعد علشان يتحرك تاني يوم الصبح. وتاني يوم بنشوف اكبيك وبوتوليك ومعاهم ماركوسي وهم بيستعدوا علشان يتحركوا يدوروا على مدينه سليله. وبنعرف وقتها ان بوتوليك يبقى ابن اللانوس زعيم القبيله. وبنشوف شامان وهو بيديله سلسله وبيقول له خلوا بالكم من نفسكم يا حبيبي، السلسله دي علشان تحميكم، لكن احنا طبعا يا صديقي بنكون قاطعين عليه وعارفين انه شرير ومستحيل يعمل حاجه تنفعهم. وفعلا بنعرف وقتها ان شامان عمل لعنه قويه على السلسله دي علشان يخليهم يموتوا هم ال3 مع بعض ويرتاح منهم للابد. وبنشوفهم هم في الطريق علشان يدوروا على المدينه، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان طبقه الجليد فيه
بيكون رقيقة جدا، علشان كده بيقرروا يقفوا. لكن بوتوليك بيتكلم معاهم وبيقول لهم على فكرة يا شباب نقدر نكمل مفيش مشاكل، الجليد صحيح خفيف لكن مش للدرجة دي. وبيكملوا طريقهم فعلا، لكن فجأة الجليد مش بيستحمل إكبيك وساعتها بتقع، وبيروح ماركوسي بسرعة علشان يساعدها وبيطلعها، لكنه بيقع مكانها في المية. وساعتها بيشوف سيدنا واللي بتتكلم معاه وبتطلب منه يقعد معاها، لكنه بيكون زعلان منها وبيقول لها انت اخدتي الحيوانات من عندنا علشان كده لازم اروح اكمل الطريق مع اصحابي. وفجأة بنكتشف ان هم الثلاثة لسه موجودين في مكانهم على الجليد، وان ماركوسي كان بيحلم. وبنرجع مرة تانية للقبيلة علشان نشوف لانوس وهو بيوزع الاكل على كل افراد القبيلة بالتساوي. وطبعا بسبب المجاعة اللي موجودة الاكل بيكون قليل جدا، علشان كده معظم القبيلة بيكونوا جابوا اخرهم من شامان، وبيروحوا بيفضلوا يزعقوا له بيقولوا له كل اللي بيحصل ده بسببك. لكن شامان وقتها بيشتغلهم وبيقول لهم هنعمل دلوقتي يا شباب شوية طقوس هتخلي سيدنا تصالحنا. وفعلا بياخد الناس وبيفضل يعمل شوية طقوس هبلة كده لحد ما بيحط ايده في المية وبيطلع ايده بلون مختلف، وساعتها بيقول لهم يفرحوا يا جماعة سيدنا كده خلاص مش زعلانة مننا. وطبعا الناس وقتها بيقتنعوا بكلامه، لكن بنشوف صايا واللي كانت مستخبية علشان تراقب الحوار كله من بعيد، وبتعرف وقتها ان شامان كان بيحور على الناس ومفيش حاجة اتغيرت في المية ولا حاجة. وبنرجع مرة تانية علشان نشوف ماركوسي وزمايله اللي بيتفاجئوا لما بيشوفوا آثار رجل دب على الجليد، وساعتها بيقرروا انهم ينقسموا لفريقين، وبنشوف ماركوسي ومعاه إكبيك في فريق والناحية التانية بيكون بوتوليك ماشي لوحده. وبتقدر إكبيك انها توصل لدبين صغيرين، وساعتها بتفضل تلعبهم وهم بيكونوا مبسوطين جدا. لكن فجأة مامتهم بتعمل دخول رايق يسبب حرايق، وبتبدأ تهاجم إكبيك وبيكون هتقتلها. وساعتها ماركوسي بيفضل يعمل صوت غريب، لكن اللي بيكون غريب فعلا ان الصوت ده بيخوف الدبة الكبيرة وبيخليها تجري بسرعة من المكان. وبيكملوا طريقهم بعد كده، لكنهم بيتفاجئوا ان في روح شريرة عمالة تطاردهم وتجري وراه، وبيعرفوا وقتها ان الروح الشريرة دي الشامان هو اللي بعتها. لكن ماركوسي فجأة بيرسم دايرة على الجليد والروح بتختفي. ساعتها طبعا الكلام ده بيخلي إكبيك تستغرب جدا من اللي حصل، وماركوسي وقتها بيقول لها انا هقول لك دلوقتي على حاجة بس توعديني تفضل سر بينا. وبيعرفوا انه بيقدر يتواصل مع الارواح، وبيعرفوا بعدها ان بوتوليك قدر يصطاد دب ملظلظ، وساعتها بيفرحوا جدا وبيروحوا علشان ياكلوا. وبيبدأ بوتوليك يحكي لهم المغامرة اللي هو عملها علشان يصطاد الدب ده. وبيقرر إكبيك انها تحكي عن اللي ماركوسي عمله، لكن ماركوسي بيتعمد يقاطعها وبيحاول يفكرها انه طلب منها ما تقولش اي حاجة. وبنرجع للقبيلة مرة تانية يا صديقي علشان نشوف صايا اللي بيكون رايحة تتكلم مع الشامان، وبنقدر نستنتج من كلامهم وقتها ان السبب الحقيقي في كره الشامان لماركوسي ان والد ماركوسي زمان طلع في رحلة صيد وكان معاه ابن شامان، وقتها ماتوا في الرحلة دي، وعلشان كده الشامان عاوز ينتقم بقتل ماركوسي علشان يطفي النار اللي في قلبه. ولما صايا بتتكلم مع الشامان وبتقول له ان والد ماركوسي ما كانش ليه اي ذنب في اللي حصل، وان دي كانت مجرد حادثة، وقتها الشامان بيفضل يزعق لها وبيطردها من المكان. وبيدخل الشامان بعد كده اوضته، وبنكتشف ان معاه سلسلة زي اللي اداها للصيادين وهم في بداية الرحلة، وبيبدأ يعمل عليها تعويذة. وبنروح بعد كده علشان نشوف بوتوليك اللي فجأة بيحس نفسه مخنوق وعصبي جدا ومش بيكون عارف السبب، وساعتها بيتنرفز على إكبيك وماركوسي، وبيقرر فجأة انهم لازم يرجعوا. وطبعا ماركوسي وإكبيك مش بيكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل، علشان كده ماركوسي بيحاول يمنعه عن قراره، لكن بوتوليك مش بيحس بنفسه غير وهو بيزق ماركوسي. وساعتها ماركوسي بيقع ودماغه بتخبط في صخرة وبيفقد الوعي في الوقت اللي بوتوليك بيكون واخد إكبيك. وراجعين مرة تانية، وبنروح بعد كده للقبيلة علشان نشوف صايا واللي بيكون بتتكلم مع أخت ماركوسي وعمالة تحكي لها عن حيوانات كتير انقرضت وما بقتش موجودة. وساعتها البنت بتحس انها مفتقدة اخوها، وبتقوم صايا تعمل تعويذة علشان تقدر تشوف ماركوسي وتطمن عليه. وبيتفاجئوا وقتها لما بيلاقوا ماركوسي نايم في الارض وفاقد الوعي، وساعتها بيخافوا عليه جدا. وبنشوف الغراب الشرير بتاع الشامان واللي بيروح يتكلم معاه علشان يطمنوا ان كل حاجة تمام حسب خطته. وساعتها الشامان بيسيب السلسلة اللي كان بيعمل عليها التعويذة، وفي الوقت ده بيفوق بوتوليك من تأثير السحر وبيفضل يتكلم مع إكبيك وبيسألها عن ماركوسي. ووقتها إكبيك بتقول له انه ساب ماركوسي علشان يموت في الجليد، وقرر انهم يرجعوا وما يكملوش المهمة. بس الغريب يا معلم ان بوتوليك مش بيكون فاكر اي حاجة من كل اللي حصل ده. وبنرجع مرة تانية علشان نشوف حيوان اللانوس واللي بيوصل لماركوسي وبيحاول يفوقه لحد ما ماركوسي بيفوق فعلا. وساعتها بيلاقي ان الجو حواليه فيه عاصفة جامدة، وبيحاول ماركوسي يستخبى من العاصفة لكنه مش بيكون عارف يعمل حاجة. في الوقت ده بيتقرر إكبيك ومعاه بوتوليك انهم يتحركوا بسرعة علشان ينقذوا ماركوسي. وبتوصل العاصفة للأسف عند إكبيك وبوتوليك، وساعتها مش بيقدروا يتحركوا علشان ينقذوا ماركوسي وبيفقدوا الأمل. وساعتها إكبيك بتتكلم مع بوتوليك وبتقول له لازم نلاقي أي مكان نستخبى فيه قبل ما نموت. وبيقعدوا فعلا في كافي قريب لكنهم بيكونوا زعلانين
جدا علشان يعتقدوا ان ماركوسي خلاص مات. بس بعد شويه بيدخل ماركوسي عليهم مع حيوان اللانوس، وساعتها كلهم بيفرحوا جدا وبيناموا. وتاني يوم بنشوف بوتوليك وهو بيتكلم مع ماركوسي وبيعتذر له عن اللي حصل، وبيقول له صدقني انا ما كنتش حاسس بحاجه وكل اللي حصل ده كان غصب عني. وقتها ماركوسي فعلا بيقبل اعتذاره. وبنرجع مره تانية علشان نشوف الغراب بيتكلم مع الشامان، وبيقول له ان ماركوسي لسه عايش، ودي حاجه يا صديقي بتنرفز الشامان جدا وبتخليه هيجنن. علشان كده بيقرر يحضر لهم تعويذه اقوى تجيب من الاخر وتقضي عليهم على طول. وبعدها بنشوف الصيادين وهم بيتحركوا. ما تنساش يا معلم انهم بيعملوا كل ده علشان يلاقوا مدينه سليلة، وفجاه وهم ماشيين بتخرج عليهم نار رهيبه من الارض، ومش بيكونوا عارفين يعملوا اي حاجه. وبتفضل ايجبيك تنادي على ماركوس وبتطلب منه يستخدم القوه الخارقه بتاعته، وبتفقد بعدها الوعي. وحتى ماركوسي هو كمان بيفقد وعيه، لكنهم بيفوقوا بعد شويه وبيقوموا كأن مفيش اي حاجه حصلت. وساعتها بيفرحوا جدا لانهم مش مصدقين نفسهم، وكان اعتقادهم ان النار دي اكيد هتحرقهم. وبنرجع للقبيله مره تانية وبنشوف سايا وهي بتتكلم مع لانوس زعيم القبيله، وبتتهم شامان قدامه انه شرير وبيعمل تعويذات قاتله للصيادين. لكن شامان بيكون خبيث جدا وبيحط عظم تحت المخده بتاعت سايا من غير ما هي تاخد بالها. ولما لانوس بيسال شامان هل الكلام بتاعها صح فعلا وانت بتعمل تعويذات، وقتها شامان بيقول له ابدا سعادتك، ده انا راجل غلبان هي اللي شريره وبتاكل الاكل بتاع القبيله على الرغم من المجاعه اللي كلنا فيها. ودليل على كده قدامكم اهو بيرفع المخده علشان الكل يشوف العظم. وشامان طبعا بيكون منتظر بعد الحوار ده انهم يعاقبوها، وبننتقل بعد كده للصيادين علشان نشوفهم وهم مكملين طريقهم. بس للاسف بيوصلوا في النهايه لطريق سد ومش بيكونوا عارفين يعملوا ايه، لكنهم بيقرروا في النهايه يستخدموا الحبال اللي معاهم. وعلى الرغم من خطوره الموضوع لكنهم بيخاطروا وبيفردوا الحبال وبيربطوها كويس، وبيقدروا يعدوا الناحيه التانيه. وبنشوف بوتوليك اللي وهو بيعدي بيكون هيقع، لكن ماركوسي بيقدر ينقذه. وبنرجع مره تانيه يا معلم للقبيله وبنشوفهم وهم عاملين مجلس محاكمه، وبنعرف انهم قرروا يحاكموا الصايا لانهم للاسف صدقوا فعلا الكلام بتاع الشامان. وبنشوف معظم اللي موجودين في المجلس بيكونوا في صف الصايا علشان عارفين انها طيبه ومستحيل تكون عملت كده. ولما بيبدا التصويت على الحكم 3 بيرفعوا ايدهم علشان صايا تتعاقب، و3 تانيين بيرفعوا ايدهم علشان هي ما تتعاقبش. ومش بيتفضل وقتها غير لانوس، وساعتها الشامان بيقول له واقفه عليك يا كبير. وللاسف لانوس بيحكم على صايا بالنفي بعيد عن القبيله، وبيقول انا مضطر اعمل كده لاني ما عنديش حل تاني، والعدل بيقول انها لازم تتعاقب، خصوصا اني شفت اداه الجريمه عندها في البيت. وطبعا اكتر حد يا صديقي بيكون زعلان على نفي صايا يا اخت ماركوس، اللي كانت صايا بالنسبه لها كل حاجه وقت غياب اخوها. وبنرجع للصيادين علشان نشوفهم وهم مكملين طريقهم لحد ما بيوصلوا لمكان مسدود مره تانيه، وساعتها بيحاولوا يكسروا الجدار لكن مش بيعرفوا. وقتها ماركوسي بيتكلم معاهم وبيقول لهم خلوا بالكم علشان في قوه جامده بتحمي المكان ده. علشان كده ماركوسي بيتحرك وبيمسح على الجدار بالراحه، وساعتها بتظهر له سيدنا وبتتكلم معاه وبتقول له انت فعلا تستحق تدخل مدينه سليلة علشان قلبك النقي والطيب. وبتفتح بوابه وبيدخل منها ماركوسي والصيادين لمدينه سليلة، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا الارض في منتهى الجمال ما بيكونوش شافوا زيها قبل كده. وبيلاقوا حيوانات كتيره وبيتكلم وقتها بوتوليك مع ماركوسي وبيقول له وسع كده يا معلم علشان نصطاد الغزاله الحلوه دي، لكن ماركوسي بيرفض وبيسيب الغزاله تمشي. وطبعا دي حاجه بتخلي بوتوليك يستغرب جدا وبيساله ليه عملت كده. وقتها ماركوسي بيقول له علشان الغزاله دي حامل، ما تقلقش يا معلم الحيوانات هنا في كل مكان. وبتظهر سيدنا مره تانية علشان تتكلم مع ماركوسي. وقتها ماركوسي بيقول لها انا مش عاوز منك اي حاجه غير انك ترجعي لنا الحيوانات مره تانية، لان انا والقبيله بتاعتي فعلا هنموت من الجوع. وقتها سيدنا بتقول له انا ما عنديش مشاكل بس لازم توعدني تعمل حاجه. وقتها ماركوسي بيقول لها اي حاجه انت عاوزاها اعملها، لكن سيدنا بتقول له ركز قوي علشان تعرف ايه اول حاجه تعملها لما ترجع. وبتنزل في الميه مره تانية، وفي الوقت ده الشامان بيكون شغال على تعويذه جامده من خلال السلسله اللي معاه، وفعلا بيقدر يسيطر على بوتوليك من تاني. وبيبدا وقتها بوتوليك زي المجنون يهاجم ايجبيك وماركوسي واللي مش بيكونوا فاهمين ايه اللي بيحصل، لكن بيقدروا يخلعوا منه. بنروح يا صديقي علشان نشوف اخت ماركوسي اللي بتتسحب علشان تروح تزور الصايا في المكان اللي هي اتنفت ليه. وقتها صايا بتفرح جدا لكن بتقول لها ايه اللي خلاك تخاطري وتجيلي هنا، لانه زعيم القبيله لو عرف هتبقى مشكله كبيره. لكن البنوته بتقول لها ما تلاقيش محدش هيعرف اني هنا. بس في الوقت ده بيظهر شامان وبيقول لها بتهيألك انا دلوقتي حالا هروح وهقول له على كل حاجه. لكن فجاه بيسمعوا صوت جاي عليهم وساعتها بيعرفوا ان ده صوت ماركوسي. وطبعا وقتها الشامان بيتذهل لانه بيستغرب جدا ان ماركوسي عاش على الرغم من كل التعويذات اللي هو
عملها له. ولما بيقرر ماركوسي يحرر الصايا بيوقف له شامان وبيقرر يدخل تحدي ضده على الرغم من قوته، لكن ماركوسي بيقدر ينتصر عليه. وقتها الشامان بيعترف قدام الكل ان هو اللي حط العظم تحت المخده بتاعت صايا وبيموت. وبعدها ماركوس اللي خلاص بقى الزعيم الجديد للقبيله وبيتصالح مع سيدنا والحيوانات بترجع من تاني للقبيله بتاعتهم. في اخر مشهد من الفيلم بنشوف ماركوسي وهو عازم القبيله كلها على وليمه كبيره، وبيجي الغراب بتاع الشامان وبيطلب من ماركوسي انه يتبناه، لكن ماركوسي بيرفض وبيقول له انا مش عاوز معايا غير حيوان اللانوس الطيب اللي انقذني قبل كده لما كنت اموت في الجليد. وبس كده بيخلص فيلمنا. اتمنى تكونوا استمتعتوا معانا. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنونا في افلام كتيره جايه قريب.